واحد الاتفاق ديال 30 ابريل 2022 تم الاتفاق ما بين الحكومه وما بين النقابات وما بين اتحاد المقاولات المغربيه على ان يكون هناك زياده او الرفع من الحد الادنى عبر مرحلتين. مرحله 5% اللي دارت في شتنبر 2022 و5% اللي غادي دار في شتنبر 2023. المفروض تدخل حيز التطبيق يوم فاتح شتنبر، يعني هذه واحد 4 ايام، وغادي يصبح بالتالي الحد الادنى هو 3000 تقريبا 3100 درهم، اللي دابا رحنا في 3000 درهم تقريبا، يعني 2982 تقريبا درهم. نقولوا 2000 ونقولوا 3000 درهم، غادي تزاد واحد 100 درهم واحده اخرى هي ال 5% الثانيه. الى كان الزياده في الحد الادنى غترجع 3100 درهم، وطبعا لما تزادش في شتنبر غادي تزاد في الشهر الجاي، ولكن دائما باثر رجعي، يعني حتى جات دابا 3 شهور 4 شهور خصها تصاوب باثر رجعي الا مشى توقع شي تاخير. احنا ملاحظين بان واخا الحد الادنى كان 1800 درهم صبح 2800 درهم، صبح 2900 درهم، وصبح دابا 3000 درهم، وغادي يصبح 3100 درهم، ولكن مع ذلك كنلقاو في الواقع بان الناس كيشدوا 1500 درهم و2000 درهم. وطبعا كاين طرق باش المقاولات، بعض المقاولات ماشي كلهم، كيصرحوا طرق قانونيه، ولكن هو في الحقيقه تمويه فقط، كذب وغش واكل حق الاجير، لا اقل ولا اكثر. هو انك يصرحوا له كيخدم غير 15 يوم، هو كيخدم اكثر من 26 يوم، ماشي 26، اكثر من 26 يوم، كيصرحوا له بانه كيخدم غير 16 يوم، وتيصرحوا بالنص ديال الحد الادنى. طبعا خدام نص المده غادي نخلصوا نص الاجر، هذه قانوني، ولكن في الواقع كيخدم الشهر كامل وكنصرح له غير بالنص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي ملي كنعطيه داك 2000 درهم تنقول لهم هذا راه مهلي فيه، راه خصني نعطيه 1500 درهم، وانا كنعطيه 2000 درهم، وهو مضيع عينه في حقه وداين له 1000 درهم 1100 درهم دابا بالحد الادنى الجديد، ولا محاسبه طبعا. وهنا اللي كنشوف بين عيني، اللي كنشوف الاكثريه، اللي كنشوف بعيني بغض النظر على المقاولات في المجالات كثيره، ولكن اللي كيبان لي الكثير منه هما الامن الخاص، اللي قليل 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 فاش نلقى شي واحد تيقول لي كنشد 3000 درهم. الاغلبيه الساحقه باستثناء واحد الشركه او جوج اللي كيحترموا القانون، الاغلبيه الساحقه تنقول كيشدوا 2000 درهم 1500 درهم 2100 درهم. هذا ماشي حرام؟ يعني دابا ملي كنسمعوا الحد الادنى راه حنا كنزوق، هذا هو سميتو التزواق، هذا هو التزيين التجميل. اذن قدام المؤسسات الدوليه تنقولوا حنا الحد الادنى ديالنا واصل 3100 درهم، ولكن الواقع ما عنده علاقه ب 3100 درهم. شكون مسؤول على التفعيل دكتور؟ المراقبه ديال التفعيل؟ الحكومه، ما كاينش اللي مسؤول. الحكومه مسؤوله على كل شيء، ما كاين حتى شي واحد مسؤول على شي حاجه. الحكومه مسؤوله، واللي مسؤول الثاني هو المواطن، ولكن المواطن مقهور، المواطن ضايع في حقوقه، ما عندوش امكانيات باش يشتغل، ما عندوش تكوين، ما عندوش خبره، ما عندوش مؤهلات. تيقول له شي لا مشيتي لهاد الخدمه 10 نجيب في 5 ديال الدقائق من موراك نجيب 10، كيحني راسو وتيسكت، حيت عنده 3 ديال الدراري اللي عطا الله عطاه، تزوج وولد الدراري وكيقريهم وكيدابز مع الزمان وكيبقى راضي بال 2000 درهم. فلهذا ليس فقط ان في الواقع ما كتمرش، انا هذه واحد ما كتمارش وما كتحترمش هاد 3000 درهم اللي واحد الادنى، بل اكثر من هذا هو انه راه ما يمكنش واحد خدام بالحد الادنى هذه 20 عام وغيبقى عنده حد ادنى، راه عنده الزياده القانونيه، راه عنده الزياده ديال عامين الاقدميه، وعنده زياده 5 سنين، وعنده زياده 10 سنين، وعنده زياده ديال 15 عام، وعنده زياده 20 عام. يعني الاجر ديالو ماشي بدا به بالحد الادنى غيبقى حياته كلها الحد الادنى. راه خصكم تفيقوا، وخاصه كنهضر مع دوك
الناس اللي ما قاريينش وما فاهمينش هذا الشيء هذا تيسحبوا راه العطاء المشغل ديالو الحد الادنى لا راه خصني نزيد لك 5% على عامين. اذا كنتي كتشد 3100 درهم راه خصني نزيد 5% عليها من بعد عامين، ونزيدك 10% من بعد 5 سنين على ذاك الاجر ديالك الحقيقي اللي كنتي كتشد ملي كدوز 5 سنين، ماشي الاجر الاساس. وحنا غاديين يعني اليوم هذه 10 سنين اللي كان تيشد 2500 درهم خصو يكون تيشد اليوم 3500 درهم 3700 درهم 3800 درهم، يعني بالزياده ديالو القانونيه. ماشي يبقى حياته كلها كيدخل ب 2000 درهم وحياته كلها حتى كيخرج وكياخذ 2000 درهم. لا، راه كاين زياده اللي كتحرم منها. اذا رد بالك لحقك. هذه وحده. ثانيا هذه واحد العام كنت تكلمت على الزياده فاش كانت عاد زادت 5% الاولى، وتنذكر في التدخل ديالي قلت اللهم العماش ولا العمى. قلت انا اللهم ذاك 100 درهم تزاد، والمتقاعدين تزاد لهم واحد الحد الادنى تا هو ديال 100 درهم، تا هما تزاد لهم نسبه مئويه ولكن كحد ادنى 100 درهم، يعني 3500 درهم هو الحد الادنى في الوظيفه العموميه، تا هو واحد الزياده عبر شطرين. وقلت انا اللهم العماش ولا العمى. قلت هذه عام، ولكن ديك الساعات كانت الامور عاديه. اما ملي كنجيو دابا في هذا الغلاء ديال الاسعار اليوم، واش ال 100 درهم غادي دير شي حاجه الزياده؟ اذا انا بالنسبه لي هذا راه تهكم ماشي الزياده، هذا التهكم على المواطن. راه ما يمكنش 100 درهم تزاد لك شحال في 3 سنين ولا في 4 سنين في هذا الغلاء اللي حنا كنعيشوا دابا. شي واحد كيشد 2000 درهم غادي يمكن له يعيش بها؟ كي غادي يعيش ب 2000 درهم؟ ما يمكنلوش يعيش ب 2000 درهم. وتقولوا لي علاش الناس كيحرقوا؟ اذن راه خاص اولا الحكومه تهتم بالموظف العمومي وتعطي العبره به، تعطي القدوه به، وتزيد له في الحد الادنى، وديك الساعات تحفز وتشجع المقاولات الخاصه وتقول لهم زيدوا حتى نتوما. تبقاو شي بهادشي ديال 5% على حد ادنى ديال 2900 درهم. خص مراجعه الاجر، خص مراجعه الحد الادنى، ما نبقاوش كنعتمدوه ونديروا هذه الزياده 5%. لا، حيت المعطيات ديال نمط العيش والاثمنه والقدره الشرائيه عرفت تغيير جذري هذه السنه. فخص اعاده النظر في الاجر، اعاده النظر في مكونات الاجر. ويا ريت لقاو شي دراسات ماليه واقتصاديه اللي يقولوا لنا ها شنو اللي يمكن لهم باش يعيش الانسان بشويه ديال الكرامه، ها شحال الحد الادنى باش يمكن له يعيش. وهذوك الفلوس اللي كنا زدنا في المخطط الاخضر باش نديروا وما كانتش نتائج، واليوم كنديروا الدعم ديال البنزين باش هي غلاء الاسعار حنا عايشين فيه بالدعم ولا بلا دعم، ومازال زايدين دابا دعم اخر ديال 5 المليار. هذا الشيء اللي يعني ناقصنا دراسات اقتصاديه، دراسات ماليه ديال علماء الاقتصاد يجيو يقولوا لنا ها كان ما زدناش ها شنو غيكون، وها اللي زدنا ها شنو غيكون، ولا كان خصنا نزيدوا باش تكون الوضعيه سليمه ها شنو خصنا نديروا. اما هادشي اللي كنعيشوا فيه هذا لا يخدم مصلحه البلد، نعم. لا مصلحه البلد بعدا. الاستقرار اللي كنبحثوا عليه، الاستقرار الاقتصادي، السلام الاقتصادي والسلام الاجتماعي. يعني بركه هذه الازمه اللي كيعيش المواطن وكيزادوا عليه يعني مواسم واحداث وظروف ومناسبات، ودخول مدرسي. نعم. يعني ما بقاش رجعت في اي مناسبات كيعيش المواطن ازمه. العيد الكبير ازمه، رمضان ازمه، الدخول المدرسي ازمه، العطله الصيفيه ازمه. غيبقى يتذكر المواطن سنه الازمات.